السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ جاية النهاردة اكلمكم عن برنامج جديد وتطبيق جديد اسمه VIP كاش. البرنامج ده يا جماعة قبل ما نبدأ نتكلم عنه عايزاكم تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة. ده شكل البرنامج يا جماعة. البرنامج ده عمليات التنزيل بتاعته اكتر من 100,000 عملية تنزيل. ساعة التخزين بتاعته هي 7/10 ميجا بايت. التقييم بتاعه واخد 3.4 تقييم. البرنامج ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن القروض اللي احنا نقدر ان احنا نسحبها. طيب تعالوا بينا نشوف لمحة عن التطبيق. بيقولك ان التطبيق ده بيقولك ان هو بيتكلم عن الجنيه الاسترليني، وانك انت تاخد ازاي كارد بالجنيه الاسترليني. لو بتقدر تاخد الكارد ده من 10,000 جنيه استرليني لحد 50,000 جنيه استرليني. مدة الكارد من 91 يوم ل 365 يوم. معدل الفايدة السنوية للكارد من 12% ل 18%، ومفيش أي رسوم استثنائية باستثناء الفوائد. بيتم تكلفة أو حساب تكلفة الكارد ده على مثلا لو 100,000. مدة الكارد هي 150 يوم على 5 شهور. سعر الفايدة السنوية بتكون 12%، يعني سعر الفايدة اليومية 3%. لو انت مثلا خدت زي ما انت قدامك كده، لو انت مثلا خدت الكارد ب100 جنيه استرليني بتضربه في 3% من 100. 3 بتساوي 3 جنيه استرليني. ده حساب الفايدة اليومية. يبقى حساب الفايدة السنوية او اللي هي او خلال 150 يوم على اجمالي السداد هتكون 450 جنيه استرليني. طيب متطلبات التطبيق ده هو سكان مصر من 18 سنة ل 60 سنة، لديك وظيفة مستقرة. VIP كاش ده عبارة عن منصة مبتكرة توفر خدمات قروض مربحة. المزايا او المقارنة بالمنتجات الكارد في الاماكن التانية هي اختيار مبلغ الكارد ومدته وفقا للمتطلبات. مبلغ الكارد ومدة الكارد متطابقة. عند التقدم بيديلك كارد جديد، وبيحصل المستخدمين على وقت محدد للسداد، ده اللي هو كمبلغ عالي انت اخدته. طيب بتقدم ازاي؟ بتنزل البرنامج وبتسجل حسابك باستخدام رقم التليفون بتاعك، وبتملى البيانات الأساسية بتاعتك، وبتعمل الطلب بتاعك، وبتستنى التأكيد. ناس كتيرة بقى قالت ان التطبيق ده هم قالوا ان هو بيديلك 700 جنيه وبتسدد 1300 جنيه خلال 5 ايام، والناس ما بتنصحش بحاجة زي كده. وناس قالت ان التطبيق ده لم يكتمل وجربته مش عايز يصور البطاقة. في ناس كتيرة بقى ايه من التعليقات دي، والكاميرا بتاعته مش شغالة. اتقبل الكارد ومفيش فلوس اتبعتت على المحفظة، وهكذا يا جماعة. استنوني في تطبيق جديد، في ابليكيشن جديد. مع السلامة.